ارفع صوتك. حكم صيام بلد إسلامي وفطر آخر مع العلم بأن الرؤيا ظهرت عنده. استطلاع رؤية هلال رمضان مثلا في بلد إسلامي يعني وأصبحوا صائمين، وفي البلد الثاني أصبحوا مفطرين لعدم رؤية المياه مع علمهم أن القطر الثاني صائم. يعني تريد أن تقول أنه إذا رؤي الهلال في بلد هل يلزم الآخرين الصيام في البلد الآخر ولم يرى الهلال هناك؟ نعم. تريد هكذا؟ هذا ما أريد. المسألة فيها خلاف بين العلماء، والصحيح هو ما يدل عليه قوله عليه السلام موجها خطابه للأمة كلها: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا الشهر 30 يوما. فإذا ثبت رؤية الهلال في بلد فعلى البلاد الأخرى أن يتبعوا هذا البلد في الصيام ولو أنهم اتبعوا بلدا آخر في الخروج من الصيام، لا يهم. إنما المهم أن يكون الشهر في صيامهم، إما أن يكون 30 يوما أو يكون على الأقل 29 يوما. فالصحيح من أقوال العلماء أن الخطاب لجميع الأمة، فإذا رؤي الهلال في مكان ما فعلى جميع الأمة أن يصوموا.